الخبر ده من أحد محافظات مصر. يعني يتحدث عن القبض على بائعي اللحوم الفاسدة أو الفراخ الفاسدة في مطعم يسمى فواز السوري. يعني ابتلينا بالمطاعم السورية في كل محافظات مصر. صحة المصريين أصبحت في خطر. مش معقولة إن احنا نسيب صحة المصريين تتهالك بهذا الطريق أو بهذه الصورة. من المعروف أن هذه يعني المواد الفاسدة واللحوم الفاسدة تؤدي إلى أمراض خطيرة. ونجد أن يقال أن صحة المصريين أصبحت يعني في خطر بسبب هذه المواد الخطيرة التي يتناولها المصريون على أساس أنها مطاعم تحت رقابة وتحت يعني صحيح أنها يعني يتم المراقبة عليها كما نرى وأنهم تم التفتيش عليها. ولكن في النهاية ينبه عليهم ما تعملش كده تاني، لا صلح اللي مش عارفة اللي انت عملته. يجي بعد يومين نبص نلاقي المطعم فاتح تاني. وهم فهموا الفولة دي وعرفوا الفولة دي في كل محافظات مصر عاملين نفس الحكاية. والله يقعدوا يبيعوا سنين وبعد كده يقفشوهم في 5 دقايق ويرجعوا لنا تاني. ادي اللي احنا فيه.